يحكيوا على والي كان في اسكندرية في قديم الزمان، يقولوا له حسام الدين. ليلة هو ساهر في السرايا ودايرين بيه الأكابر والأعيان متاع البلاد والشعراء والمضحكين والخرافين، ودخل الحاجب قال يا سيدي ثم واحد شكائي. قال شنو توا جاي يشكي في الليل ما ينجمش تن الغدوة؟ قال له يا سيدي هذا راهو جاري بلاد ويتبلحث في القاعة. قال تعريت. قال جيبوا. دخلوا الحاجب، هاك الراجل وجهه اصفر كان خرج من القبر، عينيه مزعزع حمر كيف قطع النار. شبيك؟ قال له يا ولدي. قال له يا سيدي انا جيت اليوم برك لبلادكم السعيدة، انا من القاهرة وصلت الاسكندرية عند المغرب، نزلت في الفندق الفلاني، تعشيت ورقدت، فقت قلبي ما قال لي خير، جيت نتفقد في الحوايج متاعي، عندي كيس فيه 1000 دينار جايبهم باش نتاجر بيهم هوني، لقيت تسرق لي. يا سيدي تعرى رويسي يا سيدي يا سيدي. قال جيبوا لي المقدم. المقدم في ذاك الوقت هذاك كان كما نقولوا اليوم الكوميسار. جاسي المقدم قال له الناس الكل اللي في الفندق الفلاني هز بيتهم الليله في الحبس، كيف مولا الفندق كيف الصناع متاعه كيف الكراي، هزهم الكل وسكر الفندق. وانت قال له يا ولدي اجا غدوه، ومشى كل حد على نفسه. من غدوك على الصباح خرج الوالي لبيت الديوان وقف الحاجب، قال سيدي حاضر يا شكاية. قالوا استنى الساعة، جيب لي هاك الجماعة متاع البارح، هاك اللي تسرق له الكيس وهاك الجماعة الفندق. مشاو للحبس جابوهم كل وتصفوا قدام الوالي، وجاموا الفلوس وقف. قال ايه اشكون نسرق فلوس الغريب هذا؟ قاموا الكل يتعايتوا، هذا يقول مظلوم وهذا يقول بريء وهذا يقول باطل. قال هبطوا الكل الفلقة والعصا حتى يقر اللي سرق الكيس تاع الراجل. مشاو الحجاج يجريوا باش يجيبوا المعون، واذا به راجل جاي من تالي شق الناس وجاء في الصف الاول وقف. قال يا سيدي هذوما الكل راهم مظلومين، انا مولا العمله، هاو الكيس تاع الراجل، وجبده من تحته ورماه قدامه. قال الوالي هذا الكيس نتاعك يا ولدي؟ قالوا هذا رزيق يا سيدي. قالوا كيفاش سبتك؟ سبته عندك الكيس هذا. قالوا يا سيدي انا حشاك سرق، لكن مانيش من هاك السراق المراندية، عمري ما سرقت دجاجة ولا حوايج صابون من شريطة، ما نسرق الا سرقة 2 في العام ما يكفيني مصروفي متاع العام كل. ما نحب الا السرقة المليحة نظيفة، فن وصيبعات وفكر، ونتبع السرقة من بلاد لبلاد زادة ونصبر لها حتى بالشهر وشهرين وثلاثة. اما المرة هذه هاو ربي قصر التعب. كيفاش؟ قالوا اليوم جمعة كنت في القاهرة في سوق الصرفية، شفت هالسيد هذايا قعد قدام واحد صرافي وجبد خرج وصبوا قدامه فلوس فضة ونحاس، وبداو هو والصرافي يحسبوا ويرصفوا قدامه فوقاك الطويلة الصغيرة اللي قدام الصرافي، وصرفهم له لويزات كرتوشات، حطهم في كيس ورمى الكيس في الخرج نتاعو ومشى. تبعت جرته، نقول لك الحق، من زنقه لزنقه، من نهج لنهج، من سوق لسوق، وانا لاصقه كيف ظله